أن نغفل عن حجم الذي حدث ونتوقع ردة فعل مش سهلة. الموضوع الأول، القناة الإخبارية السعودية بثت مشاهد مصورة وفيديوهات لأسلحة وجدوها في مقر الهلال الأحمر الإماراتي في المكلا. وطبعا ما هذه مش مستغرب، يعني ليس بغريب. وهذا أيضا يعيد تعريف دور الإمارات في اليمن واستخدام الهلال الأحمر الإماراتي الذي كان يقدم على أنه كان مؤسسة خيرية ومدري إيش. هو كان يعمل لك مسابقات حناء ومسابقات تلوين جدار المدرسة، وهو كان مؤسسة استخباراتية كان ينشر الفوضى. وهذه وثائق بتنشر، أعتقد أن هذه الوثائق أصبحت مكتملة جدا، والمخابرات السعودية لديها بالثواني بالاسم وبالكشف وبالثانية وباليوم الجرائم التي ارتكبت من الهلال الأحمر الإماراتي. وفي أيضا يعني شهادات. أنا كتبت مرة تغريدة في 2018، هذه واحد تواصل بي من صنعاء، قال أنه تلقى اتصال من الهلال الأحمر الإماراتي ودى لي اسم واحد ضابط إماراتي ودى لهم أرقام إماراتية وقال لهم يرصدوا أماكن السجون. وهذا ترتب عليه فيما بعد ما يسمى بالضربات الخاطئة، اللي تم قصف سجن الشرطة العسكرية في صنعاء، وقصف أيضا كلية المجتمع في ذمار، السجن الذي كان في كلية المجتمع. ويتضح أن هناك سيظهر فيما بعد، وهذه التحقيقات أعتقد أنها يعني ستخوض فيها الحكومة اليمنية مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، سيجرون تحقيقات في هذه الجرائم كلها. المراجعات لما حدث في خلال 10 سنوات أعتقد أنه سيتم. وبالتالي هذه الشهادة التي كتبتها أنا في 2019 أو في 2018 تتطابق الآن مع ما يجري ومع ما تظهر الآن في مقر الهلال الأحمر الإماراتي من أسلحة مستهلة، يعني صناعة متفجرات، قنابل، صواريخ كتف، وصواريخ أيضا قاذفة راجمات صواريخ. إيش بيسووا في مقر الهلال الأحمر الإماراتي؟ ما هو الخير الذي قدم من خلال مقر الهلال الأحمر الإماراتي يا محترمين؟ هذه كلها يجب ألا تمر علينا مرور الكرام. هذه أخبار ليست سهلة، لا يجب أن تمر، لا يجب أن نغرق في تفاصيل إنه واحد طلع فوق جناح الطائرة قد الرجال خرج واعتذر. في جرائم تمارس بحقنا، يعني اللي يعيش الذاكرة حقنا جالسة تتسامح مع ما مورس بحق اليمنيين. هذا جانب. الجانب الثاني، في تفاصيل وفي بعض الإشارات كانت تقول أن الذين كانوا يمارسوا الاغتيالات من الذي كانوا يصوروا الضحايا، يعني كان يصل يضرب الذي بيغتاله يدق عشان يشوف ليه ويقتله وهو يعين ليه. يعني ما وصلناش إلى حد الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق اليمنيين، يعني اغتيال وهو يصوره، جريمة لم تحصل في أي مكان في العالم. وتلقانا كذا كأنما مضى علينا في ال10 سنوات حاجة بسيطة. استئجار شركات لممارسة الاغتيال والجرائم، يعني تخيل يعني يقول لك اقتله بالزل فاضي، كأنه علبة غاز، كأنه دبة غاز، ولا كأنه عشان يثبت انه قتله ضروري ما تدي لي فيديو. وين في اي مكان في العالم تم هذه الجرائم؟ بالتالي هذه اعتقد ان ادعو مثلا الان ادعو الوزارات المعنية في الحكومة اليمنية الى تقديم ملفات قضائية حقيقية في هذا الجانب. لا تنتظروش لما الإخوان الأشقاء في السعوديين يقولوا لكم فيه إشكاليات موجودة، الناس معهم انتقالات وقضايا، ما هوش كل شيء يشتغلوا بدلكم الأشقاء السعوديين. هذه مسؤولية الحكومة اليمنية الآن، المفروض قد تحركتوا وقد قدمتوا إلى المحكمة الجنائية الدولية بهذه الجرائم. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني موضوع إعلان الأشقاء الإماراتيون انسحابهم، اللي قالوا لمكافحة قوات مكافحة الإرهاب. هذا سؤال كبير.
يجب أن نرسخه في أذهاننا، يجب أن نثبت السردية، أن نثبت أيش الذي تم، أيش القصة. قصة أنه كانوا الأخوة الإماراتيين كانوا محتلين ميناء بالحاف، كانوا محتلين مطار عدن، كانوا محتلين ميناء البريقة، كانوا محتلين ميناء الزيت اللي هو ميناء الزيت في البريقة ومطار عدن، كانوا محتلين ميناء الضبة، كانوا محتلين كل الموانئ، يعني أعلى يعني أكبر الموانئ اليمنية وخيرات اليمن وثرواتها وبحارها وشواطئها ونفطها وغازها وكل ثرواتها ومنافذها البرية ومنافذها البحرية والجوية كلها كانت تحت احتلال الأشقاء الإماراتيين. والدليل أنه خرجوا من هذه المناطق. إيش كان يسوي في مطار المكلا؟ حولها إلى سجن للتعذيب وقاعدة عسكرية وممارسة الإرهاب والجريمة. إيش كان يسوي فيه بالحاف؟ وإيش كان يسوي في الموانئ التي في شبوة وعطل تصدير الغاز الذي كان يرفض الميزانية بثلث ربما ميزانية الدولة؟ ايش كان يسوي في ميناء الزيت في عدن؟ ايش كان يسوي في في ميناء الضبة؟ وايش كان يسوي في ميناء المكلا؟ اغلق كل شيء على اليمن لمدة 10 سنوات. هذه الامور يجب ان لا تغيب عن اذهاننا، ولا يجب ان ننساها وان نمر معها مرور الكرام. الموضوع الثالث اللي هو الشيء هذا الذي كتب أمس البيان حق مارب، إذا هو صح وبه واحد كتبه وهي قبائل مارب، الشيء عرف منه. كم قد أساءوا لمارب، وكم قد سبوا مارب، ما فيش حد إلا قد تجنى على مارب، ولا قد حد من الناس كتب بيان اعتذار لمارب، وهم جهات معنية معروفة بالاسم وأيضا لديهم توجه جمعي. وأنتو قد في واحد كتب إنه هذا كذب عليكم بفيديو خرج يفعل بيان. من هو هذا اللي كتب البيان؟ تحياتي.